وتسهيل الحرب ضدها. يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدن أو حصون أو منشآت أو مواقع أو مواني. هذا العمل سيؤدي إلى تسليم هذه المواقع لأمريكا، لأن أمريكا لا ترضى بأن تبدأ درنا ولا تبع بن لادن ولا البيضة تبع بن لادن ولا بنغازي تبع بن لادن، ما بتسمح أمريكا أبدا. التسلل إلى الأماكن العسكرية، إذا استفاد العدو من ذلك الفعل فستكون العقوبة الإعدام اللي يتسلل إلى الأماكن العسكرية، هذا مرتكب كل هذه الجرائم. يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية واحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي وسيلة ما يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له، هذا معطوب كل إصرارنا للعدو. مش ذنب الأطفال، نحكي أنا ذنب الحي اللي وراء الأطفال اللي يضحكوا عليكم، اللي حيكون مصيرهم بكرة أمام المحاكم يبكون ويرفعون أيديهم ويقولوا سامحونا، ولن نسامحهم هذه المرة. الاعتداء على الدستور يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام القانوني أو الدستوري في تغيير الدستور أو شكل الحكم. هذا هم بيغيروا سلطة الشعب، عقوبتهم الإعدام بحكم القانون. استعمال مفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة يعاقب الإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى من أجل ارتكاب الجريمة زي اللي يحدوا على المخازن، عقوبة الإعدام. لا أرجوكم توقفوا اللي تسمعوا فيه، كلكم متحمسين، أرجوكم توقفوا الرمي، أرجوكم توقفوا الرمي، خلي الناس تسمع الكلام اللي أنا بقوله، لأن كلام خطير يبدأ من الليلة ويبدأ من بكرة، عامل آخر غير الرصاص. هذا الرصاص ما زال ما أمرتش به، لما يصدر الأمر باستعمال القوة عندئذ نكون نحن هلها، بعدين يحرق كل شيء. اغتصاب قيادة عسكرية زي ما حصل في البيضة وزي ما حصل في بنغازي، اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها بدون حق يعاقب بالإعدام كل من فعل ذلك. استعمال القوة ضد سلطات الدولة عقوبته الإعدام. افعال التخريب والنهب والتقتيل يعاقب بالإعدام. كل جرائمهم اللي عملوها من هذاك اليوم لعند الآن عقوبة الإعدام بالقانون الليبي، قانون العقوبات الليبي اللي معمول من قبل الثورة. الحرب الأهلية يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعل غايته إثارة حرب أهلية في البلاد. هذا العمل سيؤدي إلى حرب أهلية، ومثل ما قال لكم سيف الإسلام ولا قال لكم نحن قبائل كلها مسلحة، ما في قبيلة تحكمها قبيلة، ولا حد يقدر يحكمنا لا من درنا ولا من هونولولو. احنا مسلحين ونقدر نتمرد زي الصومال، وتبدأ ليبيا تطبخ، تبغى هيك تكون. هذا يقود للحرب الأهلية إذا أنتم ما مسكتهمش من الآن. الحرب الأهلية يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعل غايته إثارة حرب أهلية في البلاد أو تفتيت الوحدة الوطنية. لما يدير لي درنا إمارة إسلامية والبيضة إمارة إسلامية وبنغازي مش عارف إيش دبهورية، يفتت الوحدة الوطنية، عقوبة الإعدام. عبث لعب بوحدة الأوطان. يا سلام، يلسن رئيس روسيا مجلس الدوما مجلس النواب اعتصم في المجلس، في مجلس النواب اعتصام، بس قالوا لهم اطلعوا، قال لا احنا محتاجين. اطلعوا ما باش، يوم 2 3 4 قدام العالم ويساوموا فيهم، اطلعوا قالوا ما ناش طالعين. جاب الدبابات وبالمنقولة بالإذاعة المارية بالتلفزيون يلسن ودك
مبنى مجلس النواب والاعضاء موجودين جوا، دكهم بالدبابات حتى طلعوا زي الفيران. والغرب لم يحتج، بل قال انت تستعمل في عمل قانوني، اعتصام تمرد داخل الدولة، مش مسلح، نواب ما معهمش سلاح، بس اعتصموا في مكان ما. الطلاب في بكين اعتصموا في ميدان السماء، وقعدوا كم يوم ورافعين شعار الكيتيكولا، قالوا نبغوا زي امريكا. بعدين جاهم بينج جاب لهم الدبابات، الدبابات صحنت الطلبه في الميدان، اللي قدام الدبابه مات. لين طلعت الدبابات من الجهه الاخرى، اللي حي عدى روح قاعد لعن تو حي ومفجوع، واللي مات مات. قال لهم وحده الصين اغلى من المجموعه اللي في هذا الميدان. وحده روسيا الاتحاديه وهيبتها وقانونها واحترام دستورها وحل مشاكلها بالطرق السلميه، قال لهم اهم من كمشه النواب في البرلمان، اضربهم بالدبابات. قال والغرب قالوا له صح عندك الحق. الفرع الداوودي في امريكا اطفال ونساء ومعهم مهووسين اخرين، اسمها الفرع الداوودي، مجموعه دينيه متطرفه، اعتصمت في مستودع كبير داخل امريكا. حاولوا معاهم ما فيش، جاب لهم كلينتون الدبابات والغازات السامه ودمرهم. المدرسه اللي اعتصمت في روسيا جابوا لها الغازات السامه، قتلوهم كلهم. الزرقاوي قالوا خش بعصابته، واعتبر الزرقاوي تابع بن لادن، خش في الفالوجة. أمريكا مسحت الفالوجة بالطيران، مسح وضربت المساجد ليش؟ قالوا لنا احنا نقاوم في الإرهاب، هذا ما مسجد، هذا مقر الإرهابيين، احنا نبحث عن الزرقاوي وعصابته تحصنوا في هذه المدينة اسمها الفالوجة، وبالتالي احنا لازم ندمرها. فتشوها بيت بيت بالقنابل بالطيران، دمروها. ما تقدر امريكا تحتج على واحد زي اللي في درنا لما انت تدمره، لانه هو نفس اللي الامريكان عملوها. بغداد دمرت بالكامل، ياما من المدنيين ماتوا وعائلات ماتت ومناسبات افراح ضربت، قال نحسبوها تجمع معادي، وعماره قالوا فيها ارهابي دمروها على ما فيها، وسوق دمروه قالوا فيه ارهابيين ندسوا في السوق، ضربوا كل اللي في السوق. مليونين 3 ماتوا في بغداد بالطائرات الامريكيه، لان قال احنا بنقضي على الارهاب، قالوا على حزب البعث، بنقضي على القاعده، وبالتالي احنا حرار نستخدم القوه المفرطه. غزه شفتوها الاسرائيليين ولا حد دانهم، الامريكان يدافعوا عنهم لعند الان، قالوا الاسرائيليين قالوا عندهم الحق دفاع عن النفس، يجب يحاصروها بالبر والبحر والجو، ويجب يدكوها بالقنابل. دبابات تسحن داخل شوارع غزة وتقتل كما تشاء. شايفين الصومال شنو صاير فيه؟ تبغوا بلادكم زي الصومال زي العراق، نفس المجموعة اللي خربت هذه البلدان هي اللي دخلت لليبيا الآن، هي اللي تبغي ليبيا تلحق بأفغانستان وبالصومال، وتبدأ درنا زي الفالوجة، أو تبدأ البيضة أو بنغازي زي الفالوجة. نفس العصابة لنفس المجموعة. من الليلة وتبدأ بكرة الشباب، كل الشباب مش الجرذان المرضى متاعين الحبوب اللي ياخذوهم منكم، كل الشباب من بكره يشكل لجان الامن الشعبي المحلي. وانا الان من الليله يبدو في تخييط شعار اخضر وكتابه بالاحمر عليه لجان الامن الشعبي المحلي، علشان تامن كل المدن الليبيه لين يعاد تنظيم الامن. لين الامن قلنا لهم ما تقاتلوهمش، قالوا ما دام ما بنقاتلوا ما لنا نروحوا لبيوتنا، قلنا لهم روحوا، قالوا يهاجموا فينا، قتلوهم، قالوا يهاجموا فينا بالرصاص، قلنا لهم لا ما تقاوموهمش، قالوا ما دام ما فيش مقاومه احنا بنروحوا، لغايه ما يعود رجال الامن من جديد وياخذوا سلاحهم ويفرضوا الامن في الشوارع. الان الضباط الحرار يتوزعون على كل قبائلهم، الحمد لله كل قبيله منها ضابط حر في ليبيا تلتف حول قبيلته
مش تلتف حول عملاء أمريكا، عملاء بن لادن، اتباع الزرقاوي المقملين، ولادكم من بكرة الشباب، مش الشباب مش قلنا هذول اللي يشروهم وخذوهم، انتهى امرهم، اللي نشوفوا اولياء امورهم شنو يديروا، كان فكوهم اولياء امورهم وسلموهم للامان ودربناهم وعالجناهم من الحبوب، وممكن يطلعوا شباب صالحين. اما كانوا بهذا الشكل كل مره يغيروا عليه مكان، لا هذه تشوفوا نهايتها كيف. كل النسوان اللي عندهم اولاد يطلعن بسرعه، واللي عنده اخوه تطلع بسرعه، واللي عندها قريبها ولا حبيب تطلع بسرعه، والرجال اللي عندهم اولاد واللي عندهم يطلعوا بسرعه، والامهات الاخوات البنات كلهم يطلعوا بسرعه للشوارع، اطلعوا بسرعه للشوارع، سيطروا على الشوارع. انا نقود في الثوره الشعبيه، نبغى الشعب الليبي يسيطر على ليبيا من اقصاها الى اقصاها. انا على راس الثوره الشعبيه، نوروهم الثوره الشعبيه كيف شكلها. الثوره الشعبيه هي وعي، هي عمل بناء، هي سيطره على الامن، هي امن، احترام، سلطه شعبيه، سلطه شعبيه، مؤتمرات شعبيه، لجان شعبيه. نوروهم السلطه الشعبيه كيف تكون، نوروهم الثوره الشعبيه كيف تكون. اطلعوا من بيوتكم اعتبارا من الان. ومن بكره الشباب يتنظموا ايضا في لجان الدفاع عن الثوره. الثوره تعني كل المكتسبات الماديه والمعنويه، تعني المجد، تعني العزه، تعني معمر قذافي، تعني تاريخ الاجداد الشهداء. بكره كل الشباب يحمل شعار الدفاع، لجان الدفاع عن الثوره في كل المدن الليبيه والقرى الليبيه والواحات الليبيه. وبكره تشكل اللجان وتلبس شعار كلها على اليد. لجان الدفاع عن المكتسبات، تعني الدفاع عن النفط، الدفاع عن النهر الصناعي العظيم، الدفاع عن مشروع الاسكان العملاق اللي تكاليفه 71 مليار، اللي يسكر 3 ملايين ليبي. المطارات، المواني، الطرق، الجسور، المكتسبات المادية غدا تشكل لجان من الشباب، لجان الدفاع عن المكتسبات الثورية، ولجان الدفاع عن الثورة، ولجان الدفاع، لجان الأمن الشعبي المحلي، ولجان الدفاع عن القيم الاجتماعية والآداب. وهذه حتتشكل من حملة القرآن اللي هم 1,000,000 واحد، حملة القرآن في ليبيا، وأئمة المساجد انظاف اللي يعرفوا السنة ويعرفوا الأصول ويعرفوا السلفية الحقيقية، مش اقتل من قتل نفس برية كان قتل البشرية كلها. بكرة تتشكل منهم لجان الدفاع عن القيم الاجتماعية والآداب، تحمل آداب في الشارع، تمشي البنت وتمشي المرأة وحتى في رأس عيان ما حدش يعكسها ولا حد يخطفها زي ما يجري الآن. خطف الآن خلاص، البيوت تنتهك حرماتها في كل المدن اللي فيها هذه العصابات. الناس عايشة في جحيم، له جيش بتحارب بالدبابات والطائرات، وإلا كنا استخدمنا الطائرات والدبابات والمدفعية، ولا هو ناس جبهة من الجبهات أبدا. ذان ضروهم من الليل، ابدوا فيهم لين تمسكوهم. اعتقد انه من بكره ستبدا اداره جديده في الجماهيريه، جماهيريه جديده، شعبيات جديده وبلديات جديده وسلطه شعبيه جديده حقيقيه. الدستور ويخص الصحافه ومنظمات المجتمع المدني وما اليه، هذه تحدث بها لكم سيف الاسلام، وهذه تخص سيف الاسلام والمحامين والقضاة والمدونين والكتاب والصحفيين والشباب.